هو اي ورم ليفي لازم نشيله؟ امتى نتابع الورم الليفي وامتى نشيله وامتى ناخد منه عينه؟ الورم الليفي في الثدي ورم منتشر جدا بالذات في البنات الصغيره، ووارد جدا ان هو يبقى كتله واحده، ووارد انه يبقى اكتر من واحده، ووارد انه يبقى على الناحيتين، ودي مش حاجه مقلقه. هي دي 15% من الحالات بنلاقيهم متعددين على الناحيتين. الفكرة ان احنا نبقى عارفين الخطة الصحيحة لكل نوع او في كل حالة من حالات الاورام الليفية. لو الورم الليفي كبير وحجمه معدي ال2.5 او 3 سنتي، بيبقى بكل حال من الاحوال ما ينفعش اتابعه اكتر من كده، لان كل ما الورم يكبر كل ما الشيلان او الجراحة بتاعته بتبقى سخيفة، وكل ما الفتحة اللي هنشيل منها الورم بتبقى اكبر. هي الفكرة ان احنا لازم قبل ما نشيله نبقى مشخصينه صح. اي ورم ليفي معدي 2.5 او 3 سنتي لازم ناخد منه عينة بإبرة قطعة الاول عشان نتاكد هو من النوع العادي اللي بيتشال الورم فقط من غير حزام امان حواليه، ولا من النوع الورقي اللي هو اللي بنسميه الفيلودس تيومر، وده لازم بنشيل حواليه حزام امان من النسيج بتاع الثدي عشان نحافظ ان او نقلل فكره ان الورم ده يرجع. والاورام الورقيه دي اورام بتكبر بسرعه، فاحنا لما بنلاقي اي ورم ليفي حجمه كبير، سواء كبر اثناء المتابعه او لقيناه من اول مره نشوفه حجمه كبير معدي ل 3 سم، بنشك ان يبقى ده الورم الورقي. وقبل ما نقول للعينه ندخل نشيله بيبقى لازم نعمل عينه بابره قطعه الاول. طب امتى نتابع الورم الليفي؟ لو هو صغير في الحجم. لو المريضه جات لي عندها ورم ليفي اقل من 2 سم ونص، بقول لها براحتك، عايزه نتابعه كل 6 شهور طبعا بانتظام عشان نتابع الشكل والحجم، او نشيله براحتك لو هو محسوس. يعني ايه؟ يعني لو الورم ده مش محسوس، حتى لو المريضه عايزه تشيله وهو ورم ليفي عادي خالص ما فيهوش اي قلق ما فيهوش اي مشاكل، بقول لها لا مش هينفع نشيله ما دام مش محسوس. لكن لو محسوس بيبقى القرار يرجع لها، بيبقى هي ليها مطلق الحريه في انها تتابعه كل 6 شهور او نشيله ما دام ما فيش استدعاء طبي قوي بيقول لي او بيجبرني على الزاميه العمليه. يبقى بنتابع لو الورم صغير ومش محسوس، بيبقى عندنا احتماليه ان اتابع او اشيله لو الورم صغير اقل من 2 سم ونص ومحسوس، ولو فوق 2 سم ونص بناخد منه عينه بابره قطعه الاول وثم بعدها بنشيله على حسب نتيجه العينه. يا اما بنشيله بحواف امان لو هو من النوع الورقي، يا اما بنشيله كورم بس من غير اي نسيج حواليه لو هو من النوع الورم الليفي العادي. يا رب اكون افدتكم. كان معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات اورام الثدي التجميليه. ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب عشان تعرفوا اكتر عن اورام الثدي.